عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه واحوال جيده. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على ما يرام. والصلاه والسلام على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. نتمنى كما كتشاهدوا معايا باغا نصب الهمبرغر. بالنسبه غنسبق العجين ديالو هو الاول. بالنسبه للعجين غنحتاج جوج بيضات وغنحتاج نصف كاس من الزيت، زيت زيتون، عندي كاس ديال الماء، عندي معلقه ديال خميره الخبز، عندي معلقه سنيده، عندي هنايا 4 الكؤوس ما يعادل كأس العنبه من الفرص. غنزيد عليه زيت الزيتون، بسم الله، خميره الخبز، سكر سنيده. هذا كأس الماء دافئ. بالنسبه للماء تنشوف العجينه من بعد الا خاصها الماء نقدر نزيد ليها شويه الماء. بالنسبه للبيض راني قصت هنا واحد صفار بيضه للدهن. وبالنسبه لهذا ها هو، هذا هنايا جوج بيضات تقريبا. دابا ملي حيدت هذاك الصفر بقات بيضه وبيض بيضه. وغنضيف عليه قطره من الخل حتى كتزيد في الهشاشه ديالو. بالنسبه للعجينه هي تعجنات كما كتلاحظوا، راها مرخوفه ما شاء الله، جات مرخوفه مطلوقه. بالنسبه للماء راني اكتفيت بكاس ديال الماء، ما زدتش عليه. قلت لكم نقدر نزيد شي شويه غير على حسب نوعيه الفرص، ربما يكون كيشرب ولا هذا. داكشي علاش قلت لكم نقدر نزيد شي شويه ديال الماء. يعني مادام جا العجين هو هذاك صافي، اكتفيت بكاس ديال الماء صافي كافي. هانتوما المشاهدين كما كتشاهدوا معايا، هو بالنسبه للحجم هو تضاعف الحجم ديال العجينه. الصراحه راه غير ملي حيت ليه الهواء ديالو عليها ولا هكايا، اما راه كان متضاعف الحجم ديالها. دابا ان شاء الله غنشكلها كويرات. نبدا نسطح العمل شويه بالزيت باش ما تلصقش ليا العجين. نبدا نطيب شويه حيت راها كتجي خفيفه. ان شاء الله غنحاول نقسمها الى قطع صغيره. نحاول نشكلها بحال هكايا تكون دائريه. هانتوما المشاهدين عندي هذا الاطار، هذا جاني كبير دونك غندير هذا الصغير هذا. هذا يعني غير باش كيجيو مقادين وصافي. ملي كنورك هنا في الجنب كيحتفظوا على نفس الحجم، كيجيو مقادين وصافي، يجيو دائريين. كندهنو بشويه الزيت بحال هكا باش ما يتلصقش ليا فيه العجين. من بعد صافي كنحطو هكا ونورك عليهم. هانتوما المشاهدين كما كتشاهدوا ها هما اختمروا ما شاء الله. ندير واحد العمليه، كندخلهم للفرن ساخن، كنشعل ليه يسخن من قبل. من بعد ما كيسخن كنطفي ليه، كندخل ليه القريصات ديالي، القرص ولا هذا الخبز البرغر. وكندخلهم في ساعه كيختمروا. دابا ان شاء الله غادي ندهنهم بصفار البيض ونزين لهم بشويه الزنجلان. ها هما كما كتشاهدوا راني دهنتهم بالبيض وزينتهم بالزنجلان. دابا ان شاء الله غنشعل الفرن باش يطيبوا. هانتوما المشاهدين الخبز الهمبرغر جا ما شاء الله، جا
محمر، جا غزال، جا اسفنجي. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الغوصيط نتاع الهومبرغر، راه الصراحه راه هائله. هانتوما كما كتشاهدوا ما شاء الله اسفنجي. انا غنحاول نحلها معكم تشوفوها على عينيكم، تشوفوها قدامكم كيفاش جات. راه كيجي خاوي من الداخل. وبالنسبه للحجم انا ما كنبغيش يجي عالي الصراحه، فضلت انني نديرو هكايا. داير شفتوا كي داير ما شاء الله طيب وغسيل. كما كتشاهدوا معايا دابا هنايا عندي قطع من صدر الدجاج. ان شاء الله غادي نطحنهم ندوزهم هنايا في الهشوار باش نرجعهم كفته، باش هما اللي غادي نديرهم كفته. وهانتوما المشاهدين بالنسبه للكفته هي هادي طحنتها. هنا طحنت صدر الدجاج ولا كي على كفته بالشكل هذا. انا طحنتهم مزيان معاهم بصله صغيره وثلاثه فصوص نتاع الثوم، ماشي هي ديك الزفره نتاع الدجاج وصافي. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غنزيد معاهم شويه د الربيع. بالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه ديال الكركم، نص ملعقه صغيره، ملح حسب الذوق، نصف ملعقه من الابزار او الفلفل الاسود، نصف ملعقه صغيره من البابريكا او التحميره. وبالنسبه للسكنجبير كنديرو ملعقه. باش راكم عارفين الدجاج هو راه كيبغي سكنجبير. غنضيف عليه واحد كنور الدجاج باش تزيد حتى هي البنه ديالها. غنضيف عليها شويه من زيت الزيتون. دابا ان شاء الله غنشكل كوارع نتاع الكفته. الطبسيل راني فرشت ليه ورق الطبخ. دابا غنحط بهذا المول هذا ونقادو باش يجيني الحجم على قد خبز الهمبرغر. بالنسبه لورق الطبخ فرشته باش بحال هكا بلا ملي نسالي ليها ماشي بحال الطبسيل، نهزها بكل سهوله. هانتوما المشاهدين كما كتشاهدوا معايا، دابا راني ساليت الكفته. ها هي الكفته هي طابت، هما الكفته طابوا جاو على هذا الحجم هذا. بالنسبه الصراحه سميتو بالنسبه للكفته كتعجبني ديال الدجاج حيت هي ما كتصغرش. ديال البقري كديريها على واحد الحجم، من بعد كذوب هذيك الشحمه كلها اللي فيها كتولي صغيره. ندير ليها هذا هي الاول. نسرحوها هكايا. بعد غنزيد عليه الطماطم اللي قطعتها دوائر دوائر على هذا الشكل هذا. غندير الكفته، كنزيد عليها فرماج توصفات ليا بالكفته. من بعد كنزيد عليها هكايا هذا الخس صافي، وكنخليه هكا. يقدر الواحد يزيد هذيك الكيتشوب من الفوق. كنعاود نفس الطريقه كما درت في الاول، غنعاود ليها دابا في الثانيه عاوتاني. كفيته.
والفرماج. زيدي عليه الخس. وها نتوما المشاهدين كما كتشاهدوا الهمبرغر، هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي هائل ما شاء الله، كيجي غزال. سيرتو لاباط كتجي لاوسيط ديالها راها رائعه. نتمنى تجربوها ان شاء الله وتنال اعجابكم. كيجي اسفنجي كما كتبغيوه. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا على اللايكات، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. ومع السلامه الى فيديو لاحق ان شاء الله.